كلود المتوقدة دائما بالمحبة والعطاء. شكرا صديقتي. مساء الخير، الحضور الكريم، أصحاب المقامات الرفيعة وجميعكم أصحاب مقامات، أهلا وسهلا بكم جميعا. في كل حفل تكريم أول سؤال يطرح: لماذا هؤلاء؟ وهذا ما طرحه معظم الذين أرسلنا لهم الدعوة، ولأن كثيرين يحبون اللعب على حبال الأسئلة والأجوبة، فمنهم من قال: لا تتبعون عمية، ليه نصهم شيعة، ليه معظمهم من نفس الخط السياسي. لهؤلاء أقول بداية كمان معظمهم حاول أن يسري لنا نصيحة بأن يكون حفل التكريم المقبل خلطة، يعني مزيج من كل الأحزاب. لهؤلاء أقول رجاء دعوا الثقافة بعيدا من السياسة، ما تسيسوها. نلتقي اليوم أيها الأعزاء في هذا الحفل لنقول إن هناك إعلاما لا يطارد الفضيحة بل يحتفي بالكلمة. إن هناك إعلاميين تمسكوا برسالتهم الثقافية على الرغم من كل الرياح التي تحاول أن تفرغ الساحات من جنودها وملائكتها. تمسكوا بهذه الرسالة، لذلك نقول لهم شكرا، فقد اخترتم الطريق الأصعب، اخترتم طريق المعرفة والوعي في زمن أرهقته الضوضاء وقلت فيه الأصوات التي تؤمن أن الثقافة ليست ترفا بل هي ضرورة، وأن الإعلام الثقافي ليس هامشا بل هو الجوهر. حين يمسك القلم بضمير والميكروفون بشغف والكاميرا برؤية عميقة. أيها الأحبة، هذا التكريم ليس إلا نقطة ضوء في سجل عطائكم وإسهاماتكم، فشكرا لأنكم جعلتم الكلمة حية والفكرة نابضا والهوية راسخة. شكرا لكم جميعا، كل الإعلاميين والداعمين للثقافة. كمان سألوني يعني الإعلاميين الثقافيين أنه معروفين عم بيقدموا ثقافة، من الجانب الآخر ليه هدول الشخصيات؟ معالي وزير الثقافة القاضي محمد حسام المرتضى، صحيح ما تعرفت عليه من قبل شخصيا، بس إنجازاتك وعطاءاتك كانت دايما تحكي عنك، فشكرا لكل شيء قدمته، نفتخر فيك. الأستاذ اليوم بعينه رئيس بلدية ذوق الكايل، يا ريت كل البلديات ياخذوا خطاهم وتكونوا قدوة، لأنه فعلا خلية نحل ما بتهدى، دائما نشاطات ثقافية ودائما مهرجانات، وهالصرح اللي بيحضر مش بس دار نريمان، كل كاتب وكل مثقف ياما شهدت هيدي القاعة على ولادات أدبية، فشكرا كثير، شكرا جمعية بيت الشباب والثقافة والرائعة جوزلين كمان على جهودك. استاذ روي هاشم رئيس مجلس اداره الOTV، بعرف انه بهاللحظه عم تتمنى انك تكون قاعد بزاويه مكتبتك مع كتابك، وبعرف انك ما بتحب التكريمات والاضواء، وعملت هاليوم استثناء. ولما تاخر استاذ روي يرد علي، قلت له لكون غيرت رايكم الجاي، قال لي لا يا نريمان انا وعدتك ونحن قد كلمتنا، لانك قد كلمتك ولانك الراقي وسمو اخلاقك نحن عم نكرمك اليوم، وانا بتعرف قد ما حكيت عنك بتضلني مقصره، فكمان شكرا. الفنانه التشكيليه السيده خيرات الزين، أول مساحه صغيره لفضاء كثير واسع وافق ما له حدود، واللي دائما بتقدم بالتفاتاتها في رقي وبضحكتها في رقي، فعن جد شكرا كثير لكل شيء قدمتيه. صح، حولت الفضة لألوان. شكرا كثير لك والله يديمك بهالهمة.
كلود كمان شكرا كثير اللي دائما ما بتهدى كلود، شكرا لكل اللي دعموا، ما فيني عندهم كثير طولت عليكم بعرف بس ما قادره ما احكي واهلا وسهلا فيكم.